شايفين الكاندي وحلاوته. اتفقنا ان احنا هنعمل لاولادنا كل اللي بيحبوه في البيت. عملنا لهم قبل كده المارشميلو، النهارده هنعمل لهم الكاندي بابسط طريقه. مكونين اتنين بس يطلعوا معاك الجمال والعظمه دي، وكمان عجب الولاد جدا وقالوا ان هو فعلا احسن من اللي بيجي من بره 100 مره. لو عايزه تعرفي عملنا الكلام الجميل ده ازاي، اتفرجي على الفيديو. ويا ريت ما تنسوش قبل اي حاجه صلوا على الرسول في الكومنتات. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ما تنسوش تصلوا على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويا ريت ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم ويفك كربهم، اللهم امين يا رب العالمين. تمام. كل اللي معايا ربع كوبايه ميه بارده عاديه من الحنفيه. هتحطي عليها معلقتين جيلاتين، هتقلبوهم كويس جدا وهتركنوهم على جنب، مش عايزينهم دلوقتي. قلبتي المعلقتين الجيلاتين في ربع كوبايه الميه كويس جدا، هتركنهم بقى على جنب، دي مش عايزينهم دلوقتي. هتجيبي بقى بوله، طبق، كوبايه، اي حاجه عندك، وضيفي فيها نص كوبايه ميه مغليه. والخطوه دي لازم تبقى ميه مغليه. تمام. هتنزلي بقى عليها بظرف جيلي، اي نكهه انت بتحبيها او ولادك بيحبوها، اي نكهه بتفضليها انزلي بيها. وضيفي عليها كمان معلقه سكر، بس للاسف المقطع ده لقيته اتحذف ما تصورش. انزلي مع خليط الجيلي ده بمعلقه كبيره سكر، وقلبيهم كويس جدا لحد ما كريستالات السكر والجيلي تدوب تماما وتبقى مش ظاهره. تمام كده. بعد ما تدوب تماما زي ما انت شايفه كده، هتظهر لك رغوه على الوش. دي شيليها، علشان مجرد ما هتصبي خليط الجيلي ده في القوالب هتلاقي الرغوه دي عمت على الوش، والمنظر مش هيبقى الطف حاجه. فحاولي تشيلي الرغاوي اللي طالعه دي كلها كده، بحيث ان يبقى الجيلي عندك رايق. هتنزلي عليه بالجيلاتين اللي انت مدوباه في ربع كوبايه ميه، وقلبيه كويس جدا لحد ما يدوب خالص وما تلاقيلوش اثر، وتلاقي الخليط بتاعك كله متجانس وخليط واحد بمعنى اصح. تمام. هتجيبي بقى ازازه زي بتاع الصوصات بتاعتي دي، او هتجيبي حقنه او معلقه، اي حاجه عندك، وصبي خليط الجيلي ده في اي قوالب عندك. تمام. لو انت عايزه الوان متداخله، هتصبي الخليط ده وهو سايب كده، هتطلع لك الوان حلوه كده داخله في بعضها. لو انت عايزه لون واحد زي ما انا بعمل كده، يبقى هتصبي وتملي القالب للاخر. تمام. اللي هيفيض منك بقى القوالب دي تحفه يا بنات، بتطلعها كده شرايط طويله كده تحط في سكر، بتبقى جميله قوي. انا عملت منها كده. تمام. برضو نفس الطريقة أنا هعمل كمان نكهة جيلي. هتجيبي برضو معلقتين جيلاتين في ربع كوباية مية باردة، هتقلبهم كويس جدا وهتركنيهم على جنب. تمام. هتجيبي طبق فيه نص كوباية مية مغلية، وبأكد تاني لازم تبقى المية مغلية، وهتنزلي فيها بباكت جيلي برضو النكهة اللي انت بتفضليها او ولادك بيحبوها، ودوبيها وضيفي عليها برضو معلقة سكر كبيرة. قلبيها كويس جدا لحد ما تلاقي الكريستالات بتاع السكر والجيلي دابت وما عادش لها اي اثر، وهتلاقي برضو الرغوة ظهرت على الوش كده. برضو حاولي تشيلي الرغوة دي، ما تسيبهاش، عشان تطلع لك الكاندي بتاعك رايق كده، ما فيش فيه اي حاجة مش ظريفة. تمام. لو مشيتي معايا خطوه بخطوه، صدقيني طريقه سهله ومبسطه جدا، وهيطلع معاكي كاندي احلى كاندي في الدنيا، احلى 100 مره من الولاد بيشتروه من بره. الحاجات دي ولادنا بيحبوها وبيحبوا يشتروها، انا بحاول نعملها في البيت. هتنزلي برضو عليها بالجيلاتين اللي انت مدوباه، ونفس طريقه الجيلي الفراوله الاولاني. هتضربيها كويس قوي لحد ما الجيلي يدوب مع الجيلاتين. تمام. وبرضه هتجيبي ازازه، هتجيبي سرنجه، هتجيبي اي حاجه متاحه عندك، معلقه، ابسط الامور خالص، وانزلي في القوالب بتاعتك. وزي ما اتفقنا، عاوزه لونين متداخلين زي ما انا هعمل كده، هتصبي الالوان بتاعتك وهي لسه سايله. عايزه لونين طبقتين من الالوان، هتدخلي الطبقه الاولى تملي نص القالب وتدخليه التلاجة 10 دقايق، مجرد ما يجمد تخرجيه وتصبي عليه اللون التاني. هعمل كمان معاكم باكيت جيلي بنكهة المشمش. برضو هتجيبي ربع كوباية مية باردة، هتدوبي فيها معلقتين جيلاتين كبار، هتركنهم دلوقتي على جنب. هتجيبي بولة او طبق، حطي فيها نص كوباية مية مغلية، ولازم الخطوة دي تبقى نص كوباية المية مغلية. قلبيها كويس جدا مع معلقة كبيرة من السكر، وقلبي فيها لحد ما كريستالات السكر والجيلي تدوب تماما. الرغوة اللي هتظهر طبعا على الوش زي ما متفقين لازم تتشال، علشان الكاندي بتاعك يبقى رايق وشفاف. هتخلي الرغوة دي لو انت سبتيها هتخلي طبقة الكاندي من فوق مش ظريفة. بعد ما تشيلي الرغوة كلها من على الجيلي، هتنزلي بالمعلقتين الجيلاتين اللي انت مدوباهم في ربع كوباية مية، وقلبوهم كويس جدا. استخدمي بقى سرنجة، كوباية، معلقة، ازازة زي بتاع الصوصات اللي انا استخدمتها ديت. ودهني القوالب بتاعتك كويس جدا زيت. انا نسيت يا بنات اقول في الاول ان لازم القوالب بتاعتك تندهن زيت، عشان يبقى سهل عليك تطلعي الكاندي. تمام. ودخليه التلاجة نص ساعة، وهتطلعي احلى كاندي في الدنيا متماسك.
شايفين الكاندي وجماله؟ بعد نص ساعة بالظبط خرجته من التلاجة، ما شاء الله مطاطي طري، تحفة، طعمه جميل قوي، بيطلع بسهولة من القوالب علشان دهنة الزيت اللي احنا دهناها. ضروري جدا يا بنات انك تدهني القوالب او العلب اللي هتستخدميها بالزيت علشان الكاندي يطلع معاكي سهل كده. ما شاء الله جميل قوي، عجب الولاد، طعمه احلى 100 الف مرة من اللي جاي من بره. متهيالي مفيش احسن من كده، عملتي حاجه الولاد بيموتوا فيها باشكال جميله. ما شاء الله يا بنات الكاندي ده تحفه، خطوات بسيطه طلعتي حاجه حلوه للولاد بيموتوا فيها وبيحبوا الاشكال دي. ده بقى اللونين في بعض يا بنات، شكله تحفه، طالع جميل اوي، لونين في بعض دول اشكال حلوه الولاد بتحبها وبتموت فيها. بحاجه بسيطه او ممكن تفرحي ولادك بحاجه ملهاش اي لازمه، ممكن تشوفوهم مبسوطين على طول، ما يشتروش حاجات ما نعرفش مصدرها ايه من بره. دي كمان يا بنات فكرة العلب البلاستيك للي ما عندوش قوالب سيليكون، بس اهم حاجة دهني العلبة كويس جدا بالزيت قبل ما تحطي فيها الخليط بتاعك. ما شاء الله شفاف عامل زي الازاز بالظبط، عشان كنا بنشيل الرغوة اللي عليه اول باول. قطعي بقى شرايط مكعبات وحطي في سكر العادي، اللي بالسكر دي كمان خطيرة او عجبت الولاد. يعني انت لو نفسك تعملي الكاندي ده وما عندكيش قوالب، اديتك اختيارين اتنين. كوبايات البلاستيك دي بتتباع في اي مكان ومش غالية جدا. كمان العلب البلاستيك دي اي علب عندك بس تكون صحية، انزلي بيها بالخليط وقطعيه شرايط زي كده، جميل هيعجب الولاد. ما شاء الله شايفه الجمال ده كله، كان ده طالع جميل جدا، مطاطي طري، تحفه، عجب الولاد قوي. يا رب تجربوه، ويا رب وصفتي تكون عجبتكم. وما تنسوش قبل اي حاجه صلوا على الرسول في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كمان ما تنسوش اهم من اي حاجه في الدنيا، ادعوا لاخواتنا واولادنا في غزه، ربنا ينصرهم ويفك كربهم، اللهم امين يا رب. ويا ريت اللي ما تابعنيش يتابعني، ولايك وشير كتير عشان يوصل لكم كل جديد.